تعالي النهارده نفرز مع بعض القلقاس. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، خلاص ايام معدوده. بس ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. انا دلوقتي معايا 3 كيلو من القلقاس، هوريكي ازاي تقطعيه ويبقى سهل معاكي وما ياخدش منك وقت وانت بتفرزي، لان احنا طبعا عايزين طبعا نفضل التنظيف والحاجات دي. فانا النهارده هقول لك اسهل طريقه لتفريز القلقاس وهيقعد معاكي سنه، ما هيبقى زي ما هو كانه لسه جايبينه من بتاع الخضار. تركزي معايا في الفيديو ودعميني بلايك عشان ترفع الفيديو. القلقاسه الحلوه بنعرفها ان هي بتكون مدوره زي كده، زي ما انت شايفه كده، وفيها الحاجات اللي طالعه دي. بتعرفي ان القلقاسه دي هتبقى حلوه معاكي. هنجيب الاسبرانش بتاعتنا ونقطعها، بس ما يكونش فيه ميه. اهم حاجه في تفريز القلقاس ما يكونش فيه ميه خالص، لا على الاسبرانشه ولا في السكين ولا في ايديكي. هنقطعها بالطريقه ديت شرايح عشان لما نيجي ان نقطعها ما تاخدش معانا وقت وما تتعبناش. وهنقشرها بقى كده. اهم حاجه ما يكونش فيه ميه في ايديكي ولا في السكينه ولا في الاسبرانشه، لان لو عملناها بتفقد معانا طبعا ايه قيمتها الغذائيه، وبتبقى لازقه ببعضيها. انا دلوقتي انت هتقولي لي طبعا في وسخات وحاجات، هنعمل ايه؟ هنجيب فوطه نظيفه ونمسح بيها زي كده. اهم حاجه ما نقربش الميه من القلقاس، انه هيعمل معانا كده زفلطه يعني، وايه، وهيتعبنا وهيفقد كمان القيمه الغذائيه بتاعته. فانا معايا فوطه نظيفه وبمسح كل ما بقشر، بمسح. انا هقشر كده واحده معاكم وبعدين نقطعها مع بعض ونشوف بتتقطع ازاي بكل سهوله ومن غير تعب. انا كده قشرت كل الكميه اللي معايا ونضيفه ما فيهاش اي نقطه ميه. هوريكم ازاي بتتقطع. هنعملها كده، نقطعها صوابع، بعدين نقطعها مكعبات صغيره. صلي على النبي في الكومنتات. ما تنسيش تدعميني بلايك بعد اذنك. هجيب بولة عندي تكون ناشفة برضو مفيهاش اي نقطة مية، واحطها فيه، وبعدين هقطع الكمية واجيلكوا تاني. كده بعد ما قطعت الكمية كلها، دي 3 كيلو، قطعتها مكعبات كده صغيرة، وايدي كمان ناشفة، انا ما غسلتهاش حتى بعد التقطيع عشان برضو ايه مش عايزة اي نقطة مية في القلقاس. ده اهم خطوة. هنجيب معانا ليمونة واحدة بس، ما نكترش على 3 كيلو، وهنعصرها عليه، وبعدين ومعلقة صغيرة خل. الليمون ده مادة حافظة، والخل برضو، وهنقلبهم كويس عشان كل الخل والليمون يجي على القلقاس بتاعنا. وبعدين هسيبهم كده 10 دقايق او ربع ساعة. بعدين بعد ما سبتهم 10 دقايق هنشفهم بقى من الخل والليمون. ننشفهم كده مع بعض من الخل والليمون، ولازم ينشف كويس عشان يفضل معانا كأنه لسه طازة وجاي من بتاع الخضار دلوقتي. طبعا القلقاس أكلة جميلة وانا بموت فيها الصراحة. وكمان التفريزات دي بتسهل علينا حاجات كتيرة في رمضان، والنهار طبعا قصير في الشتاء، فاحنا محتاجين قوي للتفريزات دي. كده انا قطعته ونشفته كويس، وهنحطه في اكياس بقى مع بعض. جبت الاكياس بتاعتي، اكياس تلاجة عادي، لو انت عايزة تجيبي اكياس التخزين هاتيها. انا هحط على قد الطبخة بتاعتي، على قد افراد العيلة اللي معايا. انت شوفي انت الطبخة بتاعتك هتكفيك قد ايه وحطي على قدها، طلعي واطبخي على طول بقى. وكده انا هفضيه من المية، قصدي هفضيه من الهوا. طبعا لازم في اي تفريز نفضي من الهوا، نربطه كويس عشان ما يدخلوش هوا، نضغط عليه كده عشان ما ياخدش معانا ايه مساحة كبيرة في الفريزر. وانا هفرز بقى، هحط بقى باقي الكمية اللي معايا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وما تنسيش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس
وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو، وصلي على النبي في الكومنتات. كده دي كانت الكمية كلها اللي انا فرستها، عملت لي 5 اكياس حلوين، وبالهنا والشفا على قلبي.